ما كانوش مجرد حكام، دول كانوا رمز للازدهار والحضاره في شمال افريقيا. خليني احكي لك القصه. في القرن التاسع كان في منطقه اسمها افريقيه اللي هي دلوقتي تونس. المنطقه دي كانت مناره للعلم والتجاره، وكانت شبه نجمه بتلمع في العالم. في الوقت ده ظهرت دوله الاغالبه. الاغالبه كانوا حكام اقوياء جدا، معروفين بذكائهم الاقتصادي وطموحهم العسكري. قدروا يحولوا مدينه القيروان لمكان مهم جدا في العالم، وبقى فيها علم وثقافه واسواق كبيره. ومن اعظم الحاجات اللي عملوها انهم سنه 827 فتحوا جزيره صقليه، وده خلى المسلمين يكون ليهم وجود قوي جدا في البحر المتوسط. لكن مش بس كده، دول كمان استثمروا في الزراعه وعملوا قنوات ري حديثه وخلوا البلد غنيه جدا، وبنوا مدن جديده وجوامع كبيره ومدارس فيها علم وادب، وكمان خلقوا طرق تجاريه بتربطهم بدول تانية، وحصل ازدهار اقتصادي خلى تونس من اغنى المناطق في العالم. يعني الاغالبه ما كانوش مجرد حكام، دول كانوا رمز للازدهار والحضاره في شمال افريقيا. تفتكر لو ما كانش فيه دوله زي الاغالبه، كان شكل الوجود الاسلامي في البحر المتوسط هيبقى عامل ازاي؟